السلام عليكم البنات الزوينات الغزالات الحباب الخوت، مرحبا بكم في قناة عالم ملك ومنى. فيديو جديد، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. قبل ما نبداو هذا الفيديو لازم نصليو على النبي الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم البنات ان شاء الله غنشارك معكم الكبده اللي كنشويوها عاد كنشرملوها، اللي كتجيب واحد الطريقه اللي هي غزاله البنات. اول حاجه عندنا الربيع، عندنا ضريسه الثومه، عندنا الكمون، قزبر مدقوق، شويه ديال البزار، وعندنا الكبده اللي كنشويوها نص شويه، وكنديروا لها شويه ديال الكمون ومليحه وكنتبلوها وكنخليوها. ضروري كنشويوها نص شويه، كتجي هاد الطريقه ديال الكبده مشرمله غزاله البنات، جربوها وغادي تعجبكم. هنا عندنا البنات لاصوص ديالنا، كنديروا لها شويه ديال البزار، ربيع، زويته، تحميره، القزبور يابس ولا كارم، وشويه ديال الكمون كنديروه حتى الاخر. الكمون ما كنديروهش دابا، وكنخليو هذيك لاصوص ديالنا كتحمر مزيان وكتقلى. عاد كنديروا الكبده ديالنا ان شاء الله. من بعد البنات كنزيدو الكبده اللي شويناها نص شويه، وكنخليوها كتشرمل مع ديك لاصوص اللي درنا. نقلو عليها البوطون نخليوها تحمر مزيان. من بعد ما كطيب لينا البنات وكتحمر وكتبقى طالقه لينا غير الزويته ديالها، عاد كنديروا الكمون في الاخير. وهذا هو الطبق ديالنا ولا الكبيده ديالنا مشرمله، كتجي بهذه الطريقه اللي هي زوينه البنات. كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم هاد الطريقه ديال الكبده مشرمله من بعد ما كنشويوها هي الاولى. وهنا كنقول لكم الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش واحد اللايك، واحد التعليق زوين بحالكم، بارطاجيو الفيديو مع الحباب ديالكم والاهل ديالكم فضلا وليس امرا. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. اللهم عافينا وعافيكم.